جمهور الزمالك العظيم، احلى مسا عليكم. في خبر حلو وخبر كلنا، في اللي عرفوا وفي اللي ما عرفوش. فاللي ما عرفوش هيعرفوا، سواء مني سواء من الاستاذ معتز الشامي، لان الاستاذ معتز الشامي هو صاحب الخبر، وهو اول من قال الخبر، وهو الحاجه الجميله لكل الزملكاويه اللي احنا بنتفائل بيه. أستاذ معتز الشامي جاله القرار بتاع الفيفا الجديد ضد الهارب محمود كهربا. القرار ايه؟ الفيفا تاني بتأكد الغرامة كاملة على اللاعب 2 مليون دولار بخلاف ال5% فوائد، وغرامة من الفيفا 30,000 فرنك. قدامك يا كهربا شهرين عشان تسدد غرامة نادي الزمالك ال 2 مليون و400 ألف دولار. ال 2 مليون دولار الغرامة وال 400 ألف ال5%، اللي هي كل يوم بتزيد، بقت تقريبا دلوقتي 280 دولار يوميا، كل يوم زيادة على اللاعب. قدامك 60 يوم عشان تسدد الغرامة دي. خلاف ايه بقى؟ ال 30,000 فرنك دول غرامة من الفيفا لازم يتسددوا في شهر، في خلال شهر. لو ما سددهمش خلال شهر العقوبة تاني هتزيد من 30,000 فرنك، ممكن توصل ل60، ممكن توصل ل100 120، زي ما الفيفا ايه تشوف. ده الفيفا يعني في ناس من يعني الفيفا عملوا معاك الواجب، يعني عملوا معاك الواجب وادولك مهلة شهرين عشان تسدد الغرامة لنادي الزمالك. يعني مفيش تقسيط، مفيش ايقاف، مفيش 3 فترات قيد، مفيش لغاية شهر 8، مفيش أي حاجة من الهري اللي كانوا بيقولوه، الهري اللي كانوا بيقولوه الناس اللي كانت بتهري، والناس اللي ده انا لغايه النهارده في ناس بتقول لي ان الفيفا هيوافق على التقسيط، وانا اقول لهم يا جدعان ما فيش الكلام ده. الكلام ده التقسيط ده هيتم بموافقه نادي الزمالك، وهم برضه بيقاوحوا وبيراهنوني. انا بقى طالع اقول لهم كهربا عليه 2 مليون دولار، الفيفا بتاكد تاني 2 مليون دولار و5% فوائد و30 الف فرنك كمان للفيفا تسدد خلال شهر، وقدامك مهلة شهرين عشان تسدد غرامة نادي الزمالك. البس يا معلم، شوف بقى تعمل ايه مع النادي الاهلي. شوف النادي الاهلي هيعمل معاك ايه، ولا هيخزوك كالعادة ويضحك عليك زي ما الاعلام ضحك عليك وضحكوا عليك في الاول، ولا هتطلع تقول بقى مين اللي غرمك، ولا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا نيني يا كهروب يا كهروب؟ احنا عايزين فلوسنا يا عم كهربا، فلوسنا يا كهربا. هتماطل؟ انت حر، انت اللي هتتضرر في الاخر يعني، عشان تبقى تصدق الضلالية. خلصنا من عقوبة كهربا والحمد لله الزمالك انتصر فيها للمرة التانية. نيجي بقى لنادي الزمالك، يا لعيبة نادي الزمالك، يا مجلس الإدارة، يا كل من يحب ويدعم نادي الزمالك. ننسى صفحة الدوري، الدوري خلاص بعد. شوف بقى، رغم ان في دور كامل تاني بس خلاص الدوري بعد، الدوري بعد خلاص. احنا عندنا افريقيا يوم الجمعة، وعندنا اول 3 نقط على ارضنا مع شباب بلوزداد. باذن الله نركز من اول ماتش اللي هو ماتش يوم الجمعة، الماتش يوم الجمعة، وان شاء الله نكسب وناخد ال3 نقط ونركز في افريقيا. والله لو ركزت في افريقيا هناخدها باذن الله، وهننافس بقوة وهناخد البطولة في الاخر. البطولة دي انا ما شفتهاش دخلت النادي وانا عندي 11 سنة، من 2002. انا دلوقتي داخل في 32 سنة. فايه الحل يعني؟ احنا ما قدامناش غير ان احنا بطوله كبيره زي دي وبطوله غايبه عننا من 2002، غير ان لعيبه الزمالك تحط في دماغها كده زي ما حطت في دماغها وخدت الدوري رغم الصعوبات السنه اللي فاتت. افريقيا افريقيا افريقيا. بطلب من مجلس اداره نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور الهدوء، والنبي الهدوء. ابوس ايديكم الهدوء، اهدى شويه يا سياده المستشار. صراعات في كل حتة ومشاكل في كل حتة، وفي الجماهير بدأت تكرهك. والنبي يا سيادة المستشار اهدى شوية، اهدى شوية، اهدى شوية، وهتاخد حقك بالطريقة وبالهدوء وبالسياسة. أنا عارف إن الحرب جامدة علينا قوي، بس ما ينفعش ما ينفعش وسط كل ده أنا أطلع أشتم ده وأعمل ده وأعمل ده وأعمل ده وأخرب الدنيا. هي حقنا مش هيجي بالطريقه دي، حقنا مش هيجي بالطريقه دي. الهدوء، هناخد حقنا يا سياده المستشار، وكل الدعم لمجلس الاداره واللاعيبه نادي الزمالك. والاستاذ معتز الشامي صاحب احلى خبر،
وافريقيا الزمالك. السلام عليكم.